بسم الله. احبابي في الله، النهارده ان شاء الله هحكي لكم عن قصه جميله صراحه، فيها عبره حلوه خالص. القصه دي بتتكلم عن حاكم قريه او مدينه شاف ست جميله قوي متزوجه، فهو اعجب بيها ووقع حبها في قلبه. الحاكم ده عرف زوجها مين وساكنه فين، وقرر ان هو يبعد زوجها وينفرد بيها. وفعلا بما انه حاكم القريه قرر ان هو يجيب مجموعه من الناس تروح تشوف مدينه فيها حاجات شغل ومزارع وحاجات ليه يتفقدوها، واختار زوجها من ضمن الناس دي ان هم يروحوا يطمنوا على المدينه التانيه ديت اللي فيها اموال واملاك للملك. وتسلل الى بيتها بالليل وهي نايمه، طبعا حست بالصوت فصحيت، فقال لها انا حاكم القريه وانا شفتك وانا معجب بيكي وانا جاي علشان اطفئ لهيب قلبي وانفرد بيكي. قالت له انا ما عنديش مانع، لكن هقول لك لغز لو حليته انا همكنك من نفسي. شوفوا بقى الحكمه والفصاحه والفطنه والذكاء وحسن التصرف. قالت له ايه بقى؟ قالت له اذا فسد اللحم حفظناه بالملح، لكن ماذا نفعل إذا فسد الملح؟ نحفظه بإيه؟ لو حليت اللغز دوت أنا همكنك من نفسي، واستعين باللي أنت عايزه، استعين بما أنت شاء، خلي أي حد يساعدك في حل هذا اللغز، وقدامك يومين 3 براحتك. هو مشي طبعا وعمال يفكر، فراح للمجلس. كان في مجلس الناس أهل القرية جيران واهله من القريه بيتشاوروا وبيتسامروا وبيقعدوا مع بعض يسهروا. فقال لهم اللغز دوت محدش عرف يحله، لكن كان في واحد عاقل كده بيتقي الله ورجل حكيم قاعد في ركن لوحده كده وما اتكلمش. فهو الحاكم ده بعد ما الناس انصرفت ندهله، قال له انت ما قلتليش رايك، ما كلمتنيش، ما قلتليش حل اللغز ده ايه. قال له ان انا خجلت ان انا اقول لك قدام الناس، لكن انا هقول لك التفسير. قال له ايه هو التفسير؟ قال له الملح لو اللحم لو فسد بنحافظ عليه بالملح. قال له انت راودت امرأة حكيمة وذكية وبليغة، راودتها عن نفسها وقالت لك الجملة دي. هو طبعا راجل سبحانه وتعالى ألهمه بالموضوع دوت، لان ده الكلام اللي اتقال دوت او اللغز اللي اتقال دوت على الملك نفسه، على الحاكم نفسه. فقال له انت راودتها عن نفسها وهي قالت لك الجمله دي. فقال له ايه؟ ما تفضحنيش واسترني وقول لي ايه التفسير. قال له انت المقصود باللحم هم رجال القريه، وانت الحاكم. الحاكم هو المسؤول عن الرعيه وهو اللي بيصلحها، وهو اللي بيستشيروه في اي حاجه واي مشكله بيرجعوا له وبيحكم بينهم، وانت مسؤول عن رعيتك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى انت فسدت، انت الملح اللي بنصلح بيك اللحم. لما انت تفسد هنعمل ايه؟ يعني الست بتقول هتشتكيك لمين وهتعمل معاك ايه وانت الحاكم؟ المفروض انت لو زوجها ضايقها في حاجه تشتكي لك انت. فالراجل خجل من نفسه ورجع الى الله سبحانه وتعالى وتاب وندم وعرف غلطته، وقال للحاكم استرني ما تفضحنيش وانا تبت الى الله بفضل الست الطيبه الذكيه البليغه المؤمنه. اللهم اصلح نسائنا ونساء المسلمين. قصه جميله عجبتني فقلت احكيها لكم علشان كلنا نستفيد. الذكاء والفطنه والبلاغه وحسن التصرف والحلم وطولة البال، الحلم على الناس وطولة البال بتحقق لنا اللي احنا عايزينه. واشوفكم دايما على خير في لقاء اخر، والسلام عليكم. نسيت اقول لكم اعملوا اشتراك للفيديو، اعملوا اشتراك للقناه بتاعتي واعملوا لايك على الفيديو لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.